حياتنا في أيام بتحرق أكتر من الحطب، أيام بتكشف كل حاجة، أيام النار وأيام الغموض وأيام الظلم اللي مش باين للعين. النهاردة هنتكلم عن يوم القاهرة اللي اتحرق فيها الغموض، يوم 26 يناير سنة 1952، يوم الحريق اللي مفيش حد يعرف سره كله. ورا كل شعلة نار وورا كل عمارة اتحرقت كان في قوة أكبر، قوة كانت بتتحكم في مصر، السلطة اللي كانت مستبدة واللي كانت شايلة على راسها هموم الناس، ولكن مش شايلة اليوم رحمة. حضروا نفسكم لأننا هنخش عالم النار وعالم الظلم وعالم الأسرار والغموض. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. في يوم كانت القاهرة مليانة حياة وشوارعها كانت مزدحمة والأسواق كانت صعبة، وفجأة نار بدأت تنتشر في قلب المدينة، وتحديدا في شارع محمد علي. مئات المباني راحت في دقايق وناس كتير فقدت بيوتها وأحلامها. لكن السؤال الأكبر، إزاي نار صغيرة تتحول لكارثة كبيرة كده؟ بعض الشهود قالوا إن الحريق بدأ في مخزن كان في شارع حيوي، لكن في حد تاني قال إن ده مش طبيعي، أبواب اتفتحت لوحدها، حركات مش مفهومة، وكأن حد مجهز حاجة، بس مين ولماذا؟ وفي وسط النار دي كلها إشاعات بدأت تنتشر، جهات خارجية، مؤامرة، السلطة نفسها، لكن التحقيق الرسمي فضل صامت وكل المستندات اتقفلت. سنة 1952 كانت مصر وقتها تحت سلطة الملك فاروق، سلطة مركزة بتعيش في أسرها وبتفرض على الناس قوانين ما كانتش عادلة، والفقراء كانوا كتير في الشوارع، والشعب وقتها كان محتاج أبسط حقوقه، والسلطة ما كانتش بتسمع ليهم. حتى كانت أصغر مظاهرة وقتها كانت بتتعامل بعنف. والسؤال هنا، الحريق ده هل كان صدفة ولا رسالة؟ وهنا بعض المؤرخين قالوا إن نار القاهرة ولعت عشان الشعب يحس بالظلم ويبتدي يفكر في الثورة. والنار وقتها ما كانتش بس على المباني، كانت على نظام كامل، نظام بيخلي الناس تركع تحتيه وكمان بيستغلهم. ووسط كل الخراب ده كله بدأت الأصوات السائرة تتسمع، والناس وقتها ما كانتش خايفة بس على بيوتها، كانت خايفة على مصر كلها ومستقبلها وكمان كرامتها. وبعد الحريق القاهرة ما بقتش زي زمان، الشوارع كلها بقت رماد، والمباني اللي وقعت خلت المدينة كلها كأنها ضعيفة وقلوب الناس اتغيرت. مئات الأسر فقدت كل حاجة، لكن أكتر حاجة ضاعت الحقيقة والعدالة اللي محدش لاقيها. والناس اللي كانت عايشة في اليوم ده كانوا بيحكوا القصة بنبرة غموض، وكأن النار ما حرقتش بس الحجارة، دي كمان حرقت أحلام الناس، حرقت الثقة في السلطة، وفتحت الباب لثورة يوليو، بداية النهاية لنظام كان مليان ظلم. حريق القاهرة سنة 1952 الحقيقة لسه مختفية تحت الرماد، لكن اللي عرفناه إن الشرارة الصغيرة ممكن تشعل نار كبيرة، ونار الظلم يوم ما ولعت مفيش حاجة رجعت زي ما كانت. النار مش بس بتاكل المباني، أحيانا بتكشف الأسرار وبتفضح الظلم وبتبدأ الثورة. ودي كانت نهاية حلقتنا، متنساش تدعمنا باللايك والشير وتعمل كمان سبسكرايب للقناة. سلام.